لو من كام سنة سألت حد عن بيدرو باسكال هيقولك مين ده ولا عمل ايه يعني. ممكن مثلا تفتكر شكله من ناركوس او جيم اوف ثرونز، لكن مش هتقف عنده كتير او اللي هو تفكر فيه كواحد من نجوم الجيل الحالي اللي توهج فيه فجأة بشكل مش طبيعي وبقى تقريبا شغال في كل حاجة، سواء افلام، مسلسلات، عوالم سينمائية، خيال علمي، دراما، وموجود على طول في المهرجانات والحفلات واللقاءات. بينما في الجانب المقابل واحد كده زي هنري كافيل بيختفي بنفس سرعة نجاح باسكال رغم شعبيته الكبيرة وان الناس فعلا عايزة تشوفه. والراجل قدم ادوار محترمة من اول ما طلع واستمر بثبات في اهم الادوار هو كمان، سواء مسلسلات، افلام، عوالم سينمائية وخيال علمي، وحتى كان وما زال المرشح المفضل لدور جيمس بوند. بس برضه مصممين يتجاهلوه ويكبروا دماغهم عنه بشكل يكاد يكون مش مفهوم احيانا ولا ليه اسباب واضحة. لكن الحقيقة ان هما الاتنين ولو حتى بشكل رمزي جزء من اللي تقدر تسميه صراع الذكورة داخل هوليوود، والشكل اللي هم عايزين يقدموا بيه الرجالة في اعمالهم وسط عالم فايت كلاب اللي الصناعة دلوقتي كلها بقت تقريبا عايشة فيه، وبيخلي ناس تنجح على حساب ناس تانية بتفشل. يعني ايه بقى الكلام ده وايه علاقته بالاتنين دول بالذات؟ وليه اصلا بيدرو باسكال صعد بسرعة كده في نفس الوقت اللي هنري كافيل بقى منبوذ وبيتكنسل؟ فايه بالظبط اللي حصل؟ اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى نشوف مع بعض. في البداية بس كده عشان نبقى واضحين، انا مش بدافع عن واحد ولا بهاجم التاني او بقول ده صح وده غلط، والكلام مش عن اشخاص واسامي بعينها، لكن الفكرة او المبدأ اللي كل واحد بيمثله داخل هوليوود. وعشان كده لازم نرجع للبدايات شوية ونشوف ازاي كل واحد فيهم مشى في طريق مختلف خلاه ناجح لسبب معين، ثم كان نفس السبب ده برضه اللي خلاهم ينقلبوا عليه، خصوصا مع تعالي الاصوات اليومين دول ضد بيدرو باسكال والناس بدأت تزهق منه. لكنه في الحقيقة خدها من تحت قوي من زمان بعد ما اهله هربوا من تشيلي بعد الانقلاب العسكري في 73 وعاشوا في امريكا كلاجئين، وبدأ بيدرو يتعلق بالسينما والتمثيل ويدخل المجال عن طريق المسرح عشان بعدها يعمل اي دور متاح قدامه ايا كان، وده هيخليه يطلع في مسلسلات كبيرة ومشهورة زي هوملاند ونيرس جاكي وذا جود وايف او حتى كمان بافي ذا فامباير سلاير، طبعا بادوار صغيرة وظهور محدود، لكن المهم يكون معروف واسمه موجود على قوائم الكاستنج دايركتورز، في اي حاجة يلاقوها يكلموه على طول وهي ماشية، رغم ان ظروفه كانت صعبة وبدأ يفقد الامل وهو داخل في نهاية الثلاثينات من عمره ولسه في نفس المكان ومش لاقي نفسه، حتى ان هو كان بيستلف فلوس من صديقته الممثلة سارا بولسون اللي عرفها من ايامه في مدرسة التمثيل وحياته في نيويورك اول ما وصلها، وربطتهم علاقة قوية هما الاثنين من وقتها. وفوق كده كمان هيكون ليها الفضل في كل اللي وصل له في حياته العملية. ليه؟ لانه هيسمع بالصدفة عن شخصية اوبراين مارتيل في جيم اوف ثرونز وهيقول اما اجرب حظي مش هخسر حاجة، كده كده بايظة وغالبا محدش مهتم اصلا، فهيقوم بتصوير تجربة اداء لنفسه في البيت بالنص اللي كان بيتوزع على باقي الممثلين وقتها. ولما سارا بولسون تعرف بده هتصمم ان هي تساعده وهتاخد الفيديو بتاعه وتعرضه على صديقتها اللي هي زوجة ديفيد بينيوف صانع المسلسل، وزي ما كلنا عارفين هيوافقوا عليه على طول، وهيطلع في الموسم الرابع بدور الافعى الحمراء اللي رغم انه كان دور صغير وعبارة عن 7 حلقات تقريبا ولا حاجة، الا انه كان من علامات المسلسل ولسه لغاية دلوقتي الناس بتتكلم على الشخصية دي واللي حصل معاه في النهاية، ولاي مدى بيدرو باسكال كان عبقري فيها. والاهم ان الدور ده هيفتح كل الابواب قدامه وهيخلي الناس تعرفه بعد ما كان ماشي على الله، خصوصا مع طبيعة الشخصية واللعب على فانتازي الحبيب اللاتينو وهكذا اللي هيجيب مع الجمهور قوي وقتها، وكل ده هيخليه خيار منطقي لمسلسل ناركوس حتى لو كان في بطولة سنوية في البداية، لكنه هيشيل الموسم الثالث لوحده وكان هياخد اهتمام اكبر لولا وجود شخصية بابلو في البداية. بس المهم ان هو بيثبت تاني قدراته وامكانياته وبيكسر الصورة النمطية عن الممثلين اللاتينيين، ومش بس هيجي مجرم وتاجر ممنوعات وهكذا، لكنه قادر يكون على الجانب المقابل ويحقق نفس النجاح والتميز، ومن بعدها مسيرته هتتحرك ببطء للنجاح وكله هيبقى ماشي زي الفل، ممثل ثانوي عنده موهبة محترمة وكل مرة بيقدم فيها اداء كويس لغاية حاجة كده زي 2020 او 22 مثلا لما يمشي بخطى ثابتة لانه يبقى بيومي فؤاد بتاع هوليوود، وهتحس مع الوقت انه بقى موجود في كل حاجة بسبب وبدون سبب، واي سلسلة ولا مسلسل مهم لازم يكون على الاقل من المرشحين ليه حتى لو مش هيعملوا فعلا، ومش مهم الاعمال دي تنجح ولا تحقق المطلوب، لكنه برضه شغال ومستمر، ده غير المقابلات والمهرجانات والحفلات، ويعني اي خازوق ليه علاقة بالمجال هتلاقي بيدرو باسكال موجود فيه. بينما هنري كافيل راح فين؟ محدش بيسمع عنه من فترة بعد ما خدوا منه دور سوبرمان اللي كان المفروض زي ما طلع اعلن كده انه هيرجع تاني، وكمان عمل كاميو في فيلم بلاك ادم بعد ما قام بمسيرة اقل ما يقال عنها انها محترمة، وطلع عينه عشان ما يبقاش اكتر ممثل سيء الحظ في هوليوود زي ما كان طلع عليه، لان بداياته هتكون اهدى من باسكال شوية لكنها طبعا مش اسهل، وهيدخل المسرح هو كمان وهيطلع ممثل عايز يشق طريقه لما بالصدفة يقابل راسل كرو اثناء تصوير فيلم بروف اوف لايف وهو عنده تقريبا 16 سنة ويطلب نصيحته ويتصرف ازاي كممثل، ومن ناحيته راسل كرو هيساعده، وبعدين هيبعت له صورة موقعة من فيلم جلاديتور اللي هو فيلم كافيل المفضل مع مجموعة هدايا ونصايح ليه عشان بعدها يعمل اول دور في السينما سريعا من خلال فيلم ذا كاونت اوف مونte كريستو سنة 2001. وخلال السنين الجاية هيبقى هو كمان تايه كده زي بيدرو باسكال
وبيحاول باي طريقه ان هو يبقى موجود، ولذلك بياخد اي ادوار متاحه قدامه سواء افلام مسلسلات مهما كانت صغيره، لان في الفتره دي هيضيع عليه اكبر ادوار كان ممكن اي ممثل يحلم بيها، عشان في 2004 هيكون الخيار الاول لسوبرمان وخلاص بقى كل حاجه جاهزه ان هو اللي هيعمله. ثم بيجي مخرج جديد يقول لا مش عايزه، ويطلع فيلم سوبرمان ريتيرنز اللي محدش شافه وخلاص اتنسى. ثم هيكون برضه مرشح لدور روبرت باتنسون في افلام هاري بوتر لكن هيخسره هو كمان. ثم خلاص بقى بتيجي فرصه مفيش حاجه ممكن تقف قدامه فيها، وهي بطوله افلام تويلايت، وحتى مؤلفه الكتب عملت شخصيه ادوارد عليه اصلا، بس الحظ طبعا عارف صحابه وهيقولوا لا ده ممثل كبير قوي على الدور مش هينفع، وهاتوا الواد باتنسون ده يعمله احسن، مش مشكله خيرها في غيرها، طالما كبير هنا يبقى تعالى نشوف بقى جيمس بوند اللي كانوا بيبحثوا عن ممثل جديد وقتها، وفعلا كان بين اخر 2 أو 3 في القايمه، وبتفصلوا خطوه واحده على اهم فيلم في بريطانيا. لكن الحلو ما يكملش، انت يا عم الحاج صغير قوي على الدور، ويعني مره يقولوا له انت كبير على الدور ومره يقولوا له انت صغير، واللي هو يعني مش ممكن اللي بيحصل معاه. لكن على اي حال ربنا هيكرمه بدور كويس في مسلسل بعنوان ذا تيودورز في 2007، واللي هيحقق نجاح كبير وهيستمر فيه لغايه 2010 مع شويه شغل متنوع في افلام وادوار مش قد كده، او يعني مش هتفيد مسيرته قوي، لغايه ما البشوات في دي سي يكتشفوا غلطهم ويرجعوا لكافل تاني عشان سوبرمان، والمره دي مع المخرج زاك سنايدر وبمباركه كريستوفر نولان اللي هيشترك في كتابه وانتاج مان اوف ستيل في 2013، اللي اول ما هينزل هيبقى معاه هنري كافيل نجم بشكل ما كانش متوقعه، وسوبرمان اللي كل الناس كانت منتظراه، وكمان هيشتغل مع بطله المفضل راسل كرو. ثم هيكمل بالشخصيه في عالم دي سي، ورغم قله جوده الافلام نفسها الا انه كان دايما بيكون من الحاجات القليله الحلوه فيه، وهيحقق حلمه بعد محاولات كتيره عشان يعمل بطوله مسلسل ذا ويتشر، وهيشيل العمل كله على كتافه عشان يحقق هو كمان نجاح كبير بالموسم الاول. وهنري كافيل بيتحول بالتدريج لواحد من اهم الممثلين في المجال كله، وواحد زي بيدرو باسكال مش ممكن يتقارن بيه اصلا. لكن لحد هنا بيظهر الاختلاف او المنافسه التخيليه بينهم، اللي هو يعني كل واحد منهم بيمثل ايه. مثلا لما بتشوف هنري كافيل كده بتفكر في ايه على طول؟ اكيد حاجه زي سوبرمان وراجل قوي ورياضي عامل فورمه وشخصيه مسيطره محدش يعرف يعلم عليه. وحتى في باقي ادواره زي ذا مان فروم انكل او بالشنب الرايق ده في ميشن امبوسيبل فول اوت، هو جنتلمان كده ملوي هدومه، بيعرف يتكلم ومهتم بنفسه، والشكل المتوقع من نجم سينمائي تقليدي مع المظهر الكلاسيكي اللي اتعودنا عليه، ويمكن حتى تقول عايزين نبقى زيه. وده اللي بتقوله مسيرته اللي اتكلمنا عنها، كل ادواره تقريبا بتصب في نفس الخانه، وده سبب نجاحه من البدايه. بينما خارج الشاشه وفي حياته الخاصه هو شاب نيرد كده زي ما بيقولوا، بيحب الالعاب وممكن يقضي ساعات طويله بيلعب عشان يفوت بسببها مكالمه زاك سنايدر عن سوبرمان، ويعني راجل عادي في نفسه كده ومش مهتم بمعايير ولا اجندات المرحله، ودايما هتلاقيه متحفظ ومحتفظ بارائه لنفسه اغلب الوقت، وكل ده جميل وزي الفل. بس هي دي المشكله، لان اللي انت عايزه او شايفه كويس غير اللي الصناعه عايزاه. يعني ايه؟ يعني بص على بيدرو باسكال في الناحيه الثانيه، هو حرفيا كل حاجه هوليود عايزينها، والنسخه المعدله الجديده من الذكوره، بمعنى اللي هو راجل بس مش راجل قوي، خفيف لطيف رقيق مفيش خطر منه، وسيم وكل حاجه كرجل، بس برضه عنده جانب انثوي مش بيخجل منه سواء في تصرفاته او لبسه او كلامه، وبالتالي صاحب كل الممثلات ومش بيشيل ايده من عليهم، وهم عادي لانهم مش حاسين منه بحاجه. وممكن تقول عليه شخصيه محترمه بس مهزأ وقت اللزوم، وبيتكلم في المواضيع الصح ويدعم القضايا المظبوطه، واخوه او اخته ده بيفتح ليه باب عند مجتمعات الميم عشان يبقى من اكبر رموزهم رغم انه مش منهم. وهكذا انت فهمت الفكره، انه مش بيهدد الجو العام ولا تقليدي كذكر، والاهم انه من الاقليات ومهاجر في وقت قلق ومشاكل بين اليمين واليسار على النقطه دي بالذات، واللي هو بيضرب 50 عصفور بنفس الحجر، يعني خيار امن لاي مسلسل ولا فيلم عايزين نخدم فيه اكتر من اجنده مع بعض. وده فعلا بيجيب نتيجه، لانه بذات الوقت بيعرف يمثل ويقدم اداءات محترمه مش زي باقي الناس اللي في نفس الخانه بتاعته. وده يظهر قوي في حاجه زي ذا لاست اوف اس مقارنه بباقي توجهات المسلسل، هو النقطه الوحيده المضيئه فيه. فعشان كده بالتدريج بيبقى زي البوستر بوي بتاع هوليوود، والشكل المثالي بالنسبه ليهم، او النسخه الاكبر والاكثر نضجا من تيموثي شالاميه، وهيطلقوا عليه لقب الانترنت دادي شبه معظم ادواره الاخيره. وخلي بالك برضه انه مش شاب صغير مثلا، ده راجل كبير في الخمسينات من عمره، وده اللي مش ممكن هتلاقي واحد تاني في سنه بيعمله او يلبس نفس الحاجات دي ويفضل ماسك في الممثلات زي اي منحرف، بس اصل عنده مشكله مع القلق والانكزايتي ولازم يقفش في اي بنت جنبه، اللي هو يعني صباح الفل. ده فوق ان هو بيسمع الكلام، ومثلا ما عندوش مشكله ان هم يدمروا ذا لاست اوف اس ويبقى عباره عن الهجص والكلام الفاضي اللي شفناه في الموسم الثاني، ولا هتلاقي ليه راي في توجه اي عمل بيشارك فيه. لو ما كانش هو نفسه بيشجع ده فمش هيعترض عليه مثلا. بينما هنري كافيل لما يرفض تحويل ذا ويتشر لنفس الحاجه، وان هم يزودوا مشاهد القلق والذي منه مع تغييرات في القصه والشخصيات عشان تخدم اهواء ناس معينه ملهاش علاقه باللعبه ولا الموضوع الاساسي، فهيتقال عليه ايه؟ انه معادي للمراه. ازاي يعني؟ لان صانع المسلسل ومعظم الكتاب ستات، فلما يقف قصادهم ويرفض اللي بيحصل منهم يبقى طبعا وحش وكخ
وسخة وإنسان غير سوي، وهيتقال إن هو بيتعمد تجاهلهم ومش حابب يتعامل معاهم ولا يسمع كلامهم، لدرجة إن بقى من المستحيل إن ست تشتغل معاه، وإنه بقى عايز يغير في المشاهد بمزاجه ويعمل اللي هو عايزه ويشيل كل البوس واللقطات الحميمية. وما كانش فيه غير كاتب واحد بس اللي متفق معاه في كده، لأنه جيمر زيه هو كمان وعايز يحافظ على اللعبة زي ما هي، لكنهم طردوا الراجل ده بعد شكاوي كتيرة ضده، ما تعرفش بقى من مين بالظبط. وهيطلع كلام كتير وتسريبات من خلف الكواليس عن عداوته للستات وسوء التعامل معاهم، رغم ان مفيش اي دليل على كده، وبالعكس كل اللي اشتغلوا معاه بيقولوا غير الكلام ده. لكن المشاكل هتبدا من الموسم الثاني لما يحاول يخليهم يقدموا الشخصيه بطريقه قريبه من الكتب واللعبه، واللي هو بلاش نخذل الفانز ونغير القصه. لكن الخلاف هيزيد اكتر مع الثالث، كما يقال الصانعه هتفضل تستفز فيه وتضايقه عشان على حسب كلامها مدمن العاب فيديو بيضيع وقت التصوير ومش عارف ايه، عشان في النهايه نتفليكس تتدخل ويتخلصوا منه بعد الموسم الثالث، وتبدا من بعدها حمله ضخمه عشان يوقعوه ويدمروا سمعته، لانهم هيطلعوا كلام قديم ليه عن حركه ميتو اللي طلعت عشان الاعتداءات والاساءات في هوليوود، لما قال في 2018 ان اللي بيحصل دلوقتي مش طبيعي، وانه بقى خايف يقول لاي واحده سلام عليكم لا يبقى معتدي ولا حاجه، وان القواعد الجديده اللي بيعملوها دي مشكله في حد ذاتها. لكن معتذر بعدها بيوم وقال ان كلامه اتفهم غلط وده خطا من اللي نشر المقابله دي، وانهم لعبوا فيها عشان تدي المعنى ده، لكنهم مش هيكتفوا بكده وهيربطوا ده بعلاقه كان دخل فيها مع طالبه مراهقه عندها تقريبا 19 سنه لما كان هو راجل كبير بعمر 33، وتعليق ليه عن انه مش عايز واحده في سنه شغاله وليها حياه خاصه لانه مش فاضي، واسلوب حياته وشغله بيصعب حاجه زي دي، بغض النظر عن ان كلامه عبط ولا لا، وواضح ان هو كان بيهجص. ده غير انه لما كان صغير هو كمان كان في علاقه مع واحده اكبر برضه في الثلاثينات، ومحدش اتكلم وقتها ولا قال حاجه، وده اصلا مش تصرف جديد ولا غريب في هوليوود بالذات، حتى لو كان مش صح او مش محبب، لكن هي ماشيه هناك بالمزاج عشان بس يربطوا بقى كل حاجه ببعضها، وتطلع قدامك صوره لواحد علاقته مش تمام بالستات كلها، ويتقال عليه ان هو شايفهم مش عارف ايه وبيكرههم، فسهل ان هو يتكنسل ويبقى منبوذ ويخسر معاها كل حاجه في ثانيه. مش ان هنري كافيل ملاك ولا الرجل المثالي، بس انت هنا عندك واحد متمسك برؤيه كلاسيكيه للرجاله، قد تكون احيانا صح وقد تكون احيانا غلط، لكنه بيتعاقب على اقل كلمه يقولها او حتى تتقال عنه من مصادر مجهوله، رغم انه على ارض الواقع ما عملش حاجه بجد، بينما في واحد تاني بالفعل بيعمل، وتصرفاته مريبه وغريبه ومش مفهومه، وكله على الملأ قدام الناس، ومع ذلك محدش بيتكلم وكله عامل نفسه مش واخد باله، وبالعكس شغال اكتر وبياخد كل حاجه براحته، لان ببساطه هو ده اللي هم عايزينه. واي واحد زي هنري كافيل او غيره سواء كشكل او شخصيه او افكار، لا قعدوا في جنبه واديله دور ثانوي، ومفيش غير الفانز بتوعه اللي محافظين على وجوده، خصوصا بعد فشل اخر افلامه من بعد انولا هولمز وكل مشاريعه الجايه عن العاب من اللي بيحبها، واعاده انتاج فيلم الفانتازي هايلاندر في انتظار ان اي حاجه منهم تنزل. لان ممكن تقول دلوقتي ان احنا بقينا عايشين في حاجه كده اقرب لعصر فايت كلاب اللي كل فكرته بتدور حوالين خصي الرجاله وتحويلهم لحيوانات اليفه بتسمع الكلام، في نفس الوقت اللي بيكونوا غرقانين فيه في استهلاكيه ومتعه ملهاش نهايه بعيده تماما عن اي دور حقيقي ليهم، واللي هو بقى مش عايزين شنبات ولا عايزين تستوستيرون. النموذج ده دلوقتي بقى توكسيك ووحش، وطبقا ليهم بيمثل تهديد للمراه، وهيحاولوا يقنعوك ان كله زي شخصيه كين في فيلم باربي اللي ما ينفعش يكون قدوه ولا حد ياخده بجديه، لانه بالفعل مختل وانسان مريض ومتحيز، لكن المقابل بالنسبه لهم او الشكل اللي هيحاولوا يفرضوه بالعافيه في مثلا كل افلام ديزني الاخيره بلا استثناء، من اول كرويلا بتاع ايما ستون حتى سنو وايت الاخير اللي الرجاله فيها اما سوفت زياده عن اللزوم او خايبين ما بيعرفوش يتصرفوا وواقفين مكسوفين، ده طبعا لو مش هيكونوا فيلنز وعالم مختله، لكن كل ده بيفشل في الافلام والمسلسلات بشكل مستمر، ومحدش عايز يتقبله لانه مش واقعي، ولو موجود فعلا فهو حاجه مش محببه ولا حد عايز او ممكن يشجع عليه، في مقابل نجاح افلام توب جان مع صورة توم كروز ولا F1 مع براد بيت، دول خلاص بقوا عمله نادره سواء كنجم سينمائي او رجاله في هوليوود. لكن لما يبقى ممثل محبوب وموهوب ومحترم الناس كلها بتحبه كده زي بيدرو باسكال، ويجي ينقل لك الشكل ده ويقنعك بيه على اساس ان هو ياكد لك ان عادي تبقى ناجح وراجل وزي الفل وانت متني لا بتهش ولا بتنش، عشان ما تبقاش دقه قديمه ولا مش متكيف مع الموضه والعصر. طبعا في تصرفات وسلوكيات قديمه غلط كانوا وما زالوا رجاله بيعملوها في هوليوود، واكيد ده محتاج يتغير بشكل ما، وان يتم منع الاستغلال وسوء المعامله مع التجاوزات اللي بتحصل للممثلات والمراه بشكل عام هناك، لكن ده مش معناه معاقبه الرجاله كفئه على بعضها او محاوله القضاء على اي وجود حقيقي ليهم وانت كده فاكر انك حليت المشكله وارتحت. ده ببساطه اللي هوليوود بتعمله، مش بتعيد استكشاف مفاهيم الرجوله ولا كيفيه تطبيقها تاني ازاي، لكنها عايزه تستبدلها خالص وتكبر دماغها وتحول السؤال بتاع فايت كلاب من يعني ايه تكون راجل في الزمن ده اللي هو رجاله اصلا ليهم لازمه